مين اعظم ممثل في الجيل القديم؟ بكل اختصار، النهارده كنت بتفرج على فيلم اسمه فيلم العربجي، فيلم قديم كده لو حد كان سمع عنه. الفيلم ده بطولة محمود ياسين ويونس شلبي. الحقيقة محمود ياسين انا للحظة من الزمن انا صدقت انه بجد عربجي. انا قلت يعني مستحيل، لا لا لا، يعني هو اكيد هم جايبين حد عربجي وهو شبه محمود ياسين. الراجل واصل لدرجة اتقان في الدور مش منطقية. يونس شلبي مسخرة السنين، يعني مشهد معركة وفي ضرب بيحصل في المشهد، الاتنين اعظم من بعض، واحد بيضرب كأنه عربجي بجد والتاني مسخرة الدنيا، مسخرة يعني مفيش ضحك اكتر من كده. اللي هو حرفيا متخيل لو يونس شلبي كان عنده الامكانيات اللي موجودة عندنا دلوقتي في جيلنا ده في الكوميديا، كان هيبقى حاجة تانية خالص بجد، من كتر ما هو حد تالنتد جدا وبيستخدم طريقة ضحك حلوة، طريقة ضحك بتاعتنا بتاعت اليومين دول. ومحمود ياسين ممثل مش هيتعوض. كان معاهم بقى ممثل كده كان عامل دور ظابط، ده أسوأ ممثل انا شفته في حياتي. هو كان بجد انت كنت بتبوظ المشهد يا معلم يعني. معرفش لو انت لسه عايش ما تمثلش تاني، ولو انت متوفي فالله يرحمك، بس يعني حقيقي كنت أسوأ شيء في الفيلم كله. محمود ياسين ويونس شلبي انا ما شفتش اتقان وشطاره بالطريقه دي. تقريبا الناس دي لو لسه بتمثل لغايه دلوقتي ونزلوا في فيلم من الافلام قصاد الجيل اللي موجود دلوقتي، اكتساح اكتساح يا معلم. الجيل بتاعنا ده كانه مش موجود. يعني هو محتاجين بقى ينزلوا مع فطاحل بقى، يعني دول محمود ياسين ده نزلوا مع ماجد الكدواني، على فتحي عبد الوهاب، على طارق لطفي، على احمد امين، على تايسون. الشله دي فراج، الشله دي يعملوا لنا فيلم حاجه قله ادب يعني. شابوه للجيل ده.